مساء الخير. اليوم رح نعمل مع بعض المسخن الفلسطيني بطريقة سهلة وبسيطة وطعم مميز ومناسب للعزايم. طبعا المسخن من الأكلات الشعبية والتراث الفلسطيني اللي بتتاكل أكثر إشي بفصل الشتاء، وأهم مكونين فيها زيت الزيتون والسماق البلدي. تابعوا معي الفيديو لتتعرفوا على خطوات العمل خطوة بخطوة. في البداية رح أحكي إنه الكميات اللي استعملتها بالفيديو بتكفي العزومة، وإنتوا إذا حبيتوا تعملوها قللوا من الكمية. عندي هون 3 كيلو من البصل، وأفضل أنواع البصل للمسخن البصل النهدي الفاتح أو الزهري. وبدي أحكي لكم شغلة مهمة بالنسبة للبصل، لازم نكون سخيين بكمية البصل عشان يعبي الرغيف بالكامل. هسا بقشر البصل وبغسله وبقطعه لمكعبات بالطريقة هاي، والأفضل تكون المكعبات حجم وسط عشان ما يذوب معنا لما نطبخه. طبعا أنا هون قطعت جزء بالسكين والجزء الثاني عملته على هاي الآلة اليدوية اللي هي أصلا للسلطة، بس أنا هون عملت البصل عليها لأنها سهلت علي الوقت، يعني كل هالكمية من البصل ما أخذ معي وقت نهائيا بالتقطيع، بالذات لما يكون عندك عزومة وكمية البصل تكون كبيرة. هسا بحط على البصل معلقة كبيرة من بهارات الدجاج والكركم والكمون ورشة من الملح ومعلقة صغيرة من الكزبرة المطحونة والهيل المطحون. نيجي هسا للسماق. طبعا السماق البلدي هو أفضل شي للمسخن، لكن أنا هون خلطت بين السماق البلدي لأنه فيه حموضة والسماق الفاتح اللي بيعطي لون حلو للمسخن، لأن السماق البلدي بيعطينا الطعم الزاكي لكن بيكون اللون غامق، والسماق الفاتح بيعطي للخبز لون وبيكون المنظر حلو. فهون استخدمت النوعين، ورح أحط مقدار كاس من السماق لأنه كمية البصل عندي كبيرة. بدعكهم مزبوط. ورح أحكي شغلة عن زيت الزيتون، ما بصير أخلطه بزيت نباتي، لازم كله زيت زيتون صافي. فبحط لكل كيلو بصل كاس زيت زيتون. فهون حطيت 3 كاسات، بفركهم مزبوط وبحطهم على الغاز ليتذبلوا. بنيجي للدجاج. عندي هون 2.5 دجاج نظفتهم مزبوط بملح وخل وليمون وطحين. بعد هيك غسلتهم ونشفتهم. هسا بحط بالطنجرة شوية زيت وورق غار وعود قرفة وهيل حب وفلفل أسود. بنزل الدجاج وبحط عليهم معلقة صغيرة من العصفر والكمون والكزبرة. بحركهم شوي وبحط رشة من الملح ومي مغلية وشوية من السماق. بغطي عليه حتى يستوي الدجاج 3/4 الاستواء. بعد هيك بنشيلهم من المي وبحطهم على البصل. طبعا هون البصل استوى، وبحط شوية من مية سلق الدجاج. بحركهم سوا وبخليهم لحتى يستوي الدجاج مزبوط، لازم يكون الدجاج استواءه كامل. نيجي هون للخبز. الخبز اللي أكثر الناس بيستخدموه للمسخن هو خبز الكماج، والأفضل ما يكون الرغيف رفيع، يعني يكون تخن الرغيف حجم وسط. هسا بحط بالصينية رغيف من الخبز وباخد كمية منيحة من البصل والزيت وبفردهم على الرغيف، وبحاول أثنيه على بعض بالشكل هذا بحيث يتعبى كل الرغيف من البصل والزيت عشان أثناء الشوي ما ييبس معنا. طبعا في ناس بتغطس كل الرغيف بالزيت والبصل وبصير هاي الطريقة، بس أنا بحب يكون الرغيف مو طري كتير كتير ولا ناشف، يعني يكون وسط.
برش رشة سماق وبدخله الفرن بس على الشواية مباشرة ليتحمر إشي بسيط. بعدها بكرر وبحط فوق الرغيف الأول اللي حمرناه رغيف خبز وبصل وسماق، وطبعا على الفرن. يعني كل رغيف بحط عليه بصل بحمره لحتى تخلص عندي الكمية، وآخر رغيف بحط بصل ودجاج وسماق وبدخله الفرن لحتى يتحمر الدجاج. وبهيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم، وإن شاء الله رح تعجبكم. وإذا عجبتكم بتمنى تعملوا لي لايك وشير ومتابعة للقناة عشان يوصلكم كل شي جديد بنزله. ويعطيكم ألف عافية وصحتين وهنا.